السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض كيك سهل جدا، مكونات بسيطة وسريعة في 5 دقايق، وكله على بعضه في الخلاط. كيكة البرتقال في الخلاط هتطلع معاكم هشة جدا وطعمها تحفة، وريحة البرتقال قوية جدا. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مرة تشوفوني، انا منى السعيد. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة هنسمي الله. 3 بيضات، هنكون معانا 3 بيضات بحرارة الغرفة، مينفعش تكون في التلاجة. معاهم معلقة صغيرة فانيليا سايلة. ما عندكيش فانيليا سايلة، كيس فانيليا صغير. معاهم كوباية سكر عادي، حبيبات. لو بتحبيها مسكرة اكتر زودي ربع كوباية، لكن هي كده سكرها مظبوط، كوباية سكر. وهنضرب مع بعض في الخلاط لحد ما السكر يدوب. وهنحتاج معلقة كبيرة خل. الخل بيضيع اي زفارة موجودة في البيت. بس وكمان بيفتح خليط الكيك الخل، وبيساعد على ارتفاعه. هنضرب كل المزيج في الخلاط، وهنكون عصرين كوباية عصير برتقان. مش قادرة تعصريه على ايدك، هتجيبي برتقانتين تقشريهم. واهم حاجة القشر الابيض كمان نشيله وتفصصيه وتحطيه مع حبة مية صغيرين قبل ما تبتدي تحضري الكيك. بس هنضرب كله في الخلاط لحد ما السكر يدوب تماما. هنجيب مع بعض نص كوباية زيت. الكيك هنا هنعمله بالزيت. الزيت بيخلي الكيك هش اكتر من لو عملناه بالسمنة او الزبدة. في طرق تانية هنعملها مع بعض بالزبدة او السمنة، بس بيبقى لها طعم تاني خالص. هنضرب كل الخليط مع بعض في الخلاط كده تمتزج تماما. هنجيب برتقانة ناخد منها البشر بتاعها. احنا عايزين معلقتين كبار بشر برتقان. بس اهم حاجة لما نيجي نبشر البرتقانة، عايزين القشرة، الطبقة الخارجية اللي فوق اللي هي الأورنج. لما نيجي نبشر البرتقانة ما نوصلش للطبقة البيضة اللي جوه دي. ان الطبقة البيضة اللي جوه دي لو بشرناها مع الأورنج اللي فوق ده بيسبب مرارة في الكيك. فاحنا هناخد معلقتين من بشر البرتقان اللي هو الأورنج ده بس، ونحطه في الخلاط ونضرب كل المكونات. وبكده نكون خلصنا كل المكونات السائلة. هنحضر بقى المواد الجافة. هننخل كوبايتين دقيق. انا نخلت كوب، ده الكوب التاني. ننخله كويس، ويا سلام لو نخلناه مرتين، ده بيساعد في هشاشة الكيك وفي علو الكيك. ومعانا كمان باكو كيك شيف، او ما عندكيش كيك شيف باكو كيك بيكنج باودر. هيتنخلوا مع بعض. يتنخلوا مع بعض زي ما بنعمل كده. وهنجيب ذرة ملح، وهنقلب كل المواد الجافة مع بعض. وهنجيب بقى الخليط السائل ننزله، وهنضرب بالمضرب اليدوي كده لحد ما الدقيق كله يتجانس مع بعض مع الخليط. وده القوام ده القوام اللي احنا عايزينه، ولا تقيل قوي ولا خفيف. هنجيب صينية ألمونيوم مقاس 26، نبطنها بزبدة وشوية دقيق. ما عندكيش زبدة، شوية زيت ودقيق. وهنكون طبعا مسخنين الفرن على درجة حرارة 170. والكيك هياخد مننا من تلت ساعة، وقت من تلت ساعة لنص ساعة على نار هادية. هنخبط العجينة كده، الخليط هنديله خبطتين علشان لو فيه هوا يطلع منه. وبعد ربع ساعة نختبر السوا بخلة في نص الكيك. لو طلعت نزيفة يبقى استوت. واهو ده الشكل النهائي. طلعت لونها عاملة ازاي، وريحتها حلوة جدا. بصوا هشة ازاي. لو عايزة الكيك يكون اعلى من كده سويه في مقاس اصغر. يعني ده كان مقاس 26، حطيها في مقاس 24. بس كده بالهنا والشفا. ودي كانت اسهل طريقة لكيك البرتقال. يا رب يكون عجبكم الفيديو، بجد طعمها تحفة. بصوا شكلها بجد تحفة، وخفيفة جدا.
وطعمها حلو جدا، والولاد هيفرحوا بيها. شكرا لكم، يا رب يكون الفيديو عجبكم.